ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم احمد من قناه شارع المستعمل. زي ما انتم شايفين كده، والله الحاجات اللي انا بصورها لكم دي مفيش اي حد تاني هيعرض لكم اللي انا بعرضه لكم ده. زي ما انتم شايفين كده، يعني دي الفرشه قبل السوق اصلا ما يبدا. يعني دي الحاجات اللي انت مهما جيت بدري انت مش هتلحقها. طيب قبل ما نبدا الفيديو بطلب بس من الناس انها تصلي على النبي، ومش عايز اطول عليكم، يلا بينا نبدا الفيديو. زي ما انتم شايفين، يعني دي حاجات صدقني انت مش هتلاقيها في سوق ديانة، او يعني عند كتير برضو من سوق الجمعة مش هتلاقي الحاجات دي. يعني لان الحاجات دي صدقني مش موجودة عند اي حد. الشاحن ده شاحن لسه ما خرجش من العلبة بتاعته. يعني انا لسه لحد دلوقتي ما كلمتلكوش او ما اتكلمناش في التليفونات. كل ده احنا بس كده بنتكلم في ايه؟ في الكماليات، في الشواحن. تمام. زي ما شايفين طبعا عايزين نرجع كل حاجة زي ما هي علشان محدش يكون متضرر مننا. طيب زي ما قلت لكم، كل حاجة هنا طبعا ليها سعرها. يعني محدش يقول حاجة دي مثلا برخص التراب أو الكلام ده. كل حاجة هنا ليها سعرها. يعني مثلا الوصلة دي في أي مكان بره مش هتجيبها أقل من 100 جنيه، لأن الوصلة دي معروفة. ممكن تعمل سيرش عنها. الوصلة دي هنا بتتباع ب10 جنيه بس. طيب خلينا برضو نشوف الموبايل ده او الكرتونه دي. انا كنت اصلا اول ما جيت فاكرها كرتونه فاضيه، قال لي لا دي جواها الموبايل، والموبايل شغال تمام. طبعا ده من شركه جي تايد. والناس اللي فاكره جي تايد، فجي تايد شركه كانت معروفه. الموبايل حالته كويسه جدا زي ما انتم شايفين. وزي ما قلت لكم، الفرشه دي قبل السوق. يعني الحاجات دي ما اظنش ان حد يعرف يصور فيها او يوصل لها اصلا. طيب خلينا طبعا نشوف الحلويات اللي معانا دي. طبعا في حاجات شغالة وحاجات مش شغالة. طبعا لو انت في سوق الجمعة او في سوق ديانة او في اي سوق من دول، هتيجي تجرب حاجة يقولك لا يا باشا مفيش حاجة اسمها تجربة. لكن معايا انا مفيش الكلام ده. انا هجرب لكم الحاجة. يعني بس البتاعة دي جامدة شوية. حسن الحظ ان انا جايب معايا بطارية، فخلينا نجرب. بس هو الطبيعي يا جماعة ان مش هتلاقي حد يخليك تجرب الحاجة كده وانت واقف. طيب الموبايل فتح بدون اي مشاكل. التليفون ده مفيهوش اي حاجة غير بس ان هو عاوز ظهر، لان الظهر بتاعه بس في حتة مكسورة. غير كده التليفون ده شغال تمام، مفيهوش اي حاجة. طيب نسيبه يفتح. التليفون ده فيه برضو كمان حاجة هنا. التليفون ده من اشيك واحسن الموبايلات اللي نوكيا عملتها. زي ما انتم شايفين كده، الموبايل ده فتح، صوته كويس جدا ما شاء الله. هو بس فيه خط كده في الشاشة، مش عارف انت ملاحظ ولا لأ، عليه صورة المسيح. بس أنا والله يا جماعة مسلم يعني، احنا بس يا دوب بنجرب الحاجة مش أكتر. طيب التليفون ده فيه خطوط كده في الشاشة ومحتاج ظهر. التليفون ده يا جماعة كان عامل 25 جنيه. طبعا كل حاجة من غير البطاريات. الموبايلات من غير بطاريات. طيب نقفله تاني مكانه. طبعا أنا سألته عن الحاجات اللي هي متربطة في بعض دي، قال لي الحاجات دي مش شغالة، الحاجات دي خردة. في ناس بتاخدها كده تقطيع. طبعا احنا كده كده هنجرب وهنشوف برضو الحاجات دي. طيب خلينا كده نشوف تليفون تاني.
يعني مثلا خلينا كده نجرب، خلي كده. طيب خلي ده دلوقتي، شوف تليفون تاني. شوف التليفون ده مثلا، عايز بس حاجة تكون سهلة الفتح، لأن يعني أنا بصور بإيد واحدة أو بفتح الموبايلات. طيب خلينا كده نجرب. تليفون شغال بدون أو من غير أي مشكلة. أهم حاجة بس يا صاحبي ما تكونش وصلت لحد هنا ولسه ما عملتش اشتراك وعملت لايك للفيديو، وأهم من ده كله إنك تصلي على النبي. التليفون ده برضو لفت نظري، فخلينا نفتح ونشوف. مشكلة في الحاجات دي أنا مش عارف الفتحة بتاعتها منين، مش عارف، هي أكيد لها تركاية يعني، بس خلينا نجرب ونفتح التليفون. طبعا كل حاجة قدامكم. طيب ده أنا مش عارف أفتحه والله، لأن أنا زي ما قلت لكم إن أنا بفتح الموبايلات بإيد واحدة، فمش عارف إن أنا أتحكم فيها. خلينا نجرب ده. تليفون تمام مفيهوش أي مشكلة. طبعا ده نوكيا الأصلي، الأجهزة دي يا جماعة نوكيا أصلي مش صيني زي اللي موجود في السوق. طبعا التليفون السامسونج ده والله أنا أول تليفون شيلته في حياتي كان العدة دي، فضلت معايا حوالي 5 سنين. فما شاء الله العدة دي كانت أول موبايل شيلته والله. طيب هتلاقي برضو حاجات حالة الزيرو نوكيات زي العدة دي مثلا، زي ما انتم شايفين كده الموبايل حرفيا زيرو. التليفون ده شكله ما اشتغلش يعني. طيب علشان ما اطولش عليكم الحلقة، هنعمل حلقات تانية وهنجرب الحاجات اللي موجودة دي وهقول لكم الأسعار واحدة واحدة. زي ما قلت لكم يعني ما تنسوش انكم تعملوا اشتراك، واهم حاجة برضو ما تنسوش تصلوا على النبي.